لو عندك رغيف عيش بايت وكوباية لبن تعالي اقولك نعمل ايه. هنعمل حلو جميل جدا. اهالينا زمان كانوا بيستخدموا الحلو ده والحلويات المختصرة الجميلة اللي ما فيهاش اي افتكاسات ولا اضافات كتير. الحلو النهاردة ده بطريقة ستي وستك بجد، طريقة الناس الجميلة البسيطة اللي بجد كانت حياتهم ولا مكلفة، وكانت مختصرة قوي. كانت كل حاجة بيعملوها كانت مختصرة ورخيصة جدا. ما كانش فيه يعني من البيت، حلونا من البيت، يعني انه كانوا بيستخدموا العيش البلدي الجميل على شوية لبن وشوية دقيق ويعملوا احلى طبق كده جميل يتقدم بشكل حلو وتاكلوه مفيش بعد كده. النهاردة هنعمل الحلو بتاعنا بتاع اهالينا زمان، كانوا بيتدفوا ويتغذوا على الحلو ده. نوع الحلو النهاردة بقوله لكم بطريقة الفلاحين، اسمه حريرة. معرفش بقى كل بلد بتسميه بطريقتها. احنا عندنا بنقول عليه حريرة، حاجة كده زي المهلبية بس مش بنشا. احنا بنستخدم العيش المحمص العادي، عيش محمص، رغيف عيش بايت هحمصه واكسره واسيبه، مش عايزة اي حاجة تاني فيه. ومعايا بقى اللبن هنا حسب افراد الاسرة. اعملوا للفرد كوباية لبن. انا اعمل 5 كوبايات لبن. هستخدم النهاردة يعني مثلا كيلو لبن. هنستخدم كيلو لبن، رغيفين عيش. استخدمت النهاردة عيش سن عشان خاطر اقلل السعرات الحرارية والنشويات اللي في العيش. العيش السن حلو جدا كمان في الاكلة دي وموجود في الافران. استخدمت كيلو لبن على 3 معالق ونص دقيق، وحطيت 3 معالق سكر او 4 معالق سكر بالكتير، مش هحط اكتر من كده. طب عايزين الحلو ده يكون صحي وجميل، نعمل ايه؟ نحط بدل الدقيق الابيض ده كده للناس اللي عندها، هعمله ان شاء الله بالطريقه دي للناس اللي عندها السكر، عشان خاطر برضو هما محتاجين، او الناس اللي عامله دايت محتاجين برضو يعني حاجه تديهم باور شويه. طب هنعمله ازاي؟ مثلا بدل الدقيق الابيض استخدموا دقيق اسمر، بدل السكر استخدموا عسل او سكر دايت. العيش احنا استخدمنا هو في عيش بالشوفان حمصوه، او عيش اسمر، او العيش السن. يعني اشتروا دماغكم خالص وهاتوا رغيف عيش سن حطوه، وهو اصلا يعني حلو طعمه حلو واحنا بنستخدمه والدنيا كويسة. عملته والله كان طعمه حلو، بدل ما تصعبوا الدنيا على نفسيكم. ده كده للناس اللي عايزاه يكون صحي اكتر. هو كده والله كمان يعني حلو من غير زيت ولا سمنة ولا سكر كتير ولا شربات، حاجة كده مختصرة وانتوا واقفين. طيب قلبتهم على البارد، كيلو لبن، 3 معالق ونص دقيق، معلقتين 4 معالق سكر. قلبتهم على البارد حطيتهم على النار لحد يعني فضلت اقلب لحد ما يتقل. حاجة بسيطة خالص، هخليه يتقل، مش هوصله لقوام المهلبية. اول ما يبدأ يتقل القوام معايا هنزل بالعيش اقلب، مفيش دقيقة، مش هقعد دقيقة، هقلب كده بس قلبتين واجي شايلاه. طيب لقيته القوام بتاعه تقيل بعد هنا ما خلاص ان انا شلته من على النار، لقيت القوام تقيل، اجيب كوباية لبن مغلية سخنة واجي منزلها خفة بيها القوام لحد ما يعجبني. الاكلة دي ما فيهاش ولا جرامات ولا، الناس كانت بسيطة والله يا جماعة، كانوا عايشين ولا جرامات ولا اضافات ولا كان في كريمة ولا كان فانيليا الحلو جميل من غير اي حاجة، ولا سمنة ولا زيت، حاجة كده جميلة. شايفين بقى شكله؟ برغيف عيش البيت عندنا هنحمصه او نجيبه متحمص جاهز، مش مشكلة. واللبن موجود الحمد لله وهتعملوه، والدقيق موجود وكل حاجة موجودة نستخدمه. حاجة كده مختصرة مش هتخلينا يعني مش هتخلينا نتكلف كتير ولا مواعين كتير ولا وقت كمان. طيب نقدر بقى نغرفه بالطريقة اللي تعجبنا. زمان كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بنجيب الطبق الكبير ده، عارفينه الطبق الكبير ده، وكنا بنقلب فيه الحلة نفسها. لا دلوقتي احنا ايه، خلاص مش مشكلة، هنحطه في اطباق صغيرة، يعني ممكن نحطه كده وحطه كده، ممكن نزينه باي حاجة موجودة عندنا، ممكن لو في زبيب جوز الهند ومش عايزين نحط حاجة مش هنحط. هما كانوا بيعملوه كده طبيعي حلو طبيعي. والاكله دي كان اسمها حريره، وما زالت برضو اسمها الحريره. معرفش في بقيه البلاد اسمها ايه بصراحه، بس هي حلوه جدا من الاكلات الجميله
بتعجبني بصراحة يعني. بجد بجد لو قاعدين سقعانين ومتكتكين هتاخدوا طبق من ده يديكوا طاقة وباور. وكمان عايزين نستغل الاجازة بقى ونتغذى شوية، وبوصي الامهات تغذي نفسها وتنقي الحاجة المفيدة عشان نخش على الترم التاني كده. يعني مش هم بس اللي عايزين يتغذوا، كلنا والله، علشان نخش ان شاء الله على الترم التاني كده بشوية باور كده، يعني نحاول، والله المستعان.